اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيروم. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفيه لبرج الحوت Sun Moon Rising Timeless Reading. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءه تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءه بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءه عكسيه. خدوا من القراءه اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحوت في حد زي ما يكون تعب من انتظار، يعني اعتراف من شخص او خطوة من شخص. في حد تعب من الانتظار، وفي حد يمكن من عدم وضوح مشاعره تجاهكم او نواياه تجاهكم، اللي هو انتم مش عارفين اذا كان الشخص ده بيحبكم ولا لا، متمسك بيكم ولا لا، شريككم ولا لا، هيكون بينكم حياة ولا لا. ففي حد زي ما يكون الافكار تعبان، في حد فكريا منهك. خليني اقول لكم، يمكن الشخص ده هيفوق متأخر، وهيعرف قيمة حبكم متأخر، لاني كان هيكون فاكر هو فاهم هو بيعمل ايه، او كأنكم كتاب مقروء، فاهم سطوره، فاهم كل حاجة يخص ذلك الكتاب، لكن هيكتشف ان هو ما كانش عارف حاجة. في الاول وفي الاخر انتوا السعادة اللي بتتمنوها هتحققوها، وفي نجاح كبير هيكون موجود في حياتكم، بس الطائر اللي انتوا هتطلقوه هيعود ليكم تاني. ففي نفس الوقت هيكون القرار بالقبول او الرفض هيكون ملك ايديكم مش ملك ايده، يعني والفليب ذا تيبل. في وقت كان فيه هيبقى الشخص ده قادر ان يقول او لا، يشعركم بالسعادة وعكسها، بس هيجي الوقت اللي انتم هيكون معاكم مفتاح سعادة وراحة بال الشخص ده. فاذا كنتم بتقولوا فالشخص ده هيحصل على السعادة، وان قمتم بالرفض الشخص ده هيعيش طول عمره حزين. في حاجة ممكن يكون حاليا البعض منكم شغال فيها، سواء كان الأمر يعني في صحتكم، in your career، في مهنتكم، أو talent you keep developing، بس في حاجة هتحقق ليكم success أو نجاح، ويمكن تعود عليكم يعني بabundance أو بوفرة في المادة. ف whatever you're working on، أو الأمر اللي انتوا شغالين عليه keep doing it، يعني استمروا في فعله. الشخص ده ممكن يكون بيديكم وعود كتير، وفي كلامه كأني كلام ذو مصداقية، لكن بيكون ليه نفس الأثر اللي انتوا سمعتوه دلوقتي، اللي هو أثر غير محقق. الكلام اللي بيقوله غير محقق، فبيكون أثر صادم على أنفسكم، فبيجعلكم في الحيرة دي، اللي هو زي ما يكون هقدم على الأمر ويمكن في بريكس مرة واحدة، أو زي ما يكون فرامل مرة واحدة، أو عدم اتخاذ خطوات. بيوعدكم أو بيبشركم يمكن بفرح، برجوع، بترسيم علاقة، بس في نفس الوقت فين على أرض الواقع؟ يعني انت you keep me on cloud 9، بس فين بقى الرياليتي؟ فين الواقع؟ انت معيشني في واقع افتراضي. طب ما انا عايز اعيش الواقع بحقه حقيقي، مش في عالم افتراضي. المشاعر موجودة، المشاعر موجودة، بس فين حصادها؟ بتهتموا، بتتواصلوا، بتدوا فرص، بتستحملوا، بتنتظروا، بتتعبوا، خلاص. طب فين حصاد بقى؟ فين الحصاد؟ المشاعر موجودة. طب فين خطوات المشاعر دي؟ في منكم باني امالي وتوقعات واحلام كبيرة قوي على الشخص ده، وغالبا يعني the one who needs to hold the brakes انتم.
انتم اللي محتاجين يعني تهدوا شوية، تقللوا من سقف التوقعات دي، وتكونوا مستعدين لمهما كان اللي هيحصل. مش ان يكون في تشاؤم، بس to make yourself ready، مستعدين على تحمل قرارات، اتخاذ خطوات، وعدم الرجوع في قرارات هتكون كتير مهمة في حياتكم. هل في حد منكم ممكن يكون financially stable وبطريقة أو بأخرى الشخص ده يعني في حاجة انتوا فيها مميزين، وبيلبس كاريزما معينة أو شخصية معينة علشان to cope with your progress، أو يواكب تطوركم، أو يشعركم ان هو على نفس الليفل؟ في حاجة فيها فرص كتير مهدرة، وفي حد فيكم زي ما يكون اللي هو بتحسوا كأن الغلط فيكم او المشكلة فيكم. يبتدي السيلف ستيم او السيلف كونفيدنس بتاعتكم تقل. بس خليني اقول لكم، انا قلت لكم قبل كده السيلف كونفيدنس دي مفيش اي حد او اي ظرف يقدر يهزها او يقلل منها، لان هي السيلف خاصة بالذات. فان شخص او موقف او سيتويشن وضعتم فيه وهز ثقتكم، فاعرفوا ان هي محتاجة يعني deeper foundation، او زي ما يكون اساس اقوى ما يتهزش، او تفهموا فين ديفو او فين المشكلة وتعالجوها. لكن السيلف كونفيدنس مفيش حاجة من المفترض ان هي تهزها ابدا. مفيش فيكم مشكلة. المشكلة في الغالب ما بتكونش في الانسان اللي بيتعرض لتلك الامور، المشكلة في الشخص اللي بيعكس عن ما بداخله من صراعات، من مخاوف، من خلافه، من امور اتعرض ليها ومش قادر يواجهها ولا يتعافى منها، ولا حتى to let go او detach from، وبيعكسها عليكم. فلما انتم بتصدقوا ذلك الانعكاس، بتبتدي ان انتم تمروا بالتعب دوا او بالافكار دي عن ذاتكم. لكن انتم زي الفل تمام، مفيش حاجة ناقصاكم، مفيش حاجة كانت في متناول ايديكم تعملوها وما عملتوهاش. لكن في حاجة اسمها شخص اعمى، شخص ما بيقدرش، شخص بيمشي وراء هوائه، شخص عنده الايجو هو اللي عالي، شخص عايز يؤمر ويلبى وينفذ، شخص بياخدكم for granted، شخص شايف مدى حبكم وعايز to keep these options open. المشكلة مش فيكم. المشكلة في سوء الاختيار، تصديقكم لتلك الأقنعة وذلك الكلام الذي ينطق به وملوش أي مكان من الصحة. بس أنا قلت لكم الأمور دي بتتغرس جواكم بطرق مش ممكن تخطر على بالكم، مش ممكن تخطر على بالكم. لما أقول لكم شخص بيتكلم بطريقة بيجعلكم تصدقونه، بيكون في ساعات كي ووردز أو كلمات بنسميها مفتاحية. الكلمات المفتاحية دي علشان يعني يسيستمكم أو يخليكم تصدقوا بأمور معينة، أو يعني to anchor you, to hook you. زي الحاجات اللي بتبقى بريميتيف في الإنسان مش مدركها، بس بتستخدم عن طريق الكي ووردز دي، وانتوا مش أول victim، ما بتكونوش أول ضحية عشان تبقوا فاهمين. فأنا شايفة شخص زي ما يكون بيوعد وبيتكلم ولفلفة بس مفيش خطوة، ظاهر بمظهر الكينج، كينج اوف بنتكلز، كينج اوف كابس، بس في نفس الوقت ازاي يكون يعني بالمنظر دوا او بالاستابيليتي دي؟ بس ده حالكم. الحب بيشعر بالاستقرار والامان، واللي هو I'm here for you، او انا هنا لاجلك. لكن انا شايفه ان انتوا all by yourself. مفيش حد عايز يكون باي يعني
himself أو oneself. بس في حاجة في حياتكم يمكن لو نظرتوا لها بطريقة مختلفة هتقدروا ان انتوا يعني تديتاتش من العلاقة دي وتحققوا نجاح في حياتكم. ففي امور انتوا محتاجين تستثمروها في ذاتكم، لان دي اللي هتكون باقية ليكم. وما تبحثوا عنه، وفروه في ذاتكم اولا، وهو بعد كده اللي هيلاحقكم مهما كان ذلك الامر. لكن في الغالب ده شخص لابس الكلوك او اللي هو الثياب او اقنعة يعني الاستابيليتي، الاباندنس، الوفرة، الحب، الهارموني، الاستقرار، الحياة السعيدة، لكن لا يمثل اي منها. يعني من الاخر كده زي الذئاب في ثياب حملان، يظهر الطيبة، يظهر الحب، الشغف، الاهتمام، لكن تيجوا تدوروا على الفعل ما تلاقوش اي حاجة بتحصل. انا شايفه شخص يعني بيقدم حاجه فيها فاليو او فيها stability، بس هو ماسك فيها قوي. ماسك فيها قوي ليه يعني؟ منين عايز تقدمها ومنين ماسك فيها؟ يعني انت ماسك فيها بايدك الاتنين، ما تقدمها يعني، حتى اوفرت، ما تبقاش يعني واخد ايدك يعني انتوا لو حتى شايفين طريقه ماسك البنتكل دي او الحاجه اللي الشخص ده عايز يقدمها، سواء بقى كان حب، سواء كان استقرار، زواج، وعود ينفذها، الشخص مش ماسكها وبيقدمها، ده الشخص ماسكها كأني ادي البنتكل وانا يعني ماسكها لذاتي كده، مش بقدمها كده، لا انا ماسكها لذاتي كده، يعني متعلق بيها. طب بتوعد بيها ليه؟ طالما انت مش قد وعدك بتوعد بيها ليه؟ الانسان بيتربط من كلامه، فان قلت حاجة يا تكون قدها يا ما تقولهاش. لما تدي وعد الانسان وتكون انت يعني يعني مش طفل، ولا حتى مش صغير في السن، لازم تنفذ، لان الكلمة عقد. عقد. في حاجة فيها ما ينفعش الانسان يعني يكون مدي كل اهتمامه لامر ما في حياته ويهمل بقية الجوانب الاخرى. يعني ما ينفعش الحب تحصلوا عليه علشان تقدروا تنجحوا في امور اخرى. يعني الامر ده ليه ديسكشن كبير، بس خليني اقول لكم يعني حتى لو انتم منتظرين الحب او منتظرين خطوة من الشخص، في نفس الوقت اهتموا بجوانب حياتكم الاخرى. لكن انتوا طول الوقت يعني الشخص ده يديكم حب فتقدروا ان انتوا تشتغلوا، او تقدروا ان انتوا تنتجوا، او تقدروا ان انتوا يعني تحققوا احلامكم، او تحسوا ان انتوا يعني فيكم طاقة وتقدروا ان انتوا تعملوا اي حاجة. الحب بيدي تلك الطاقة، بس ما يكونش هي الدافع الاساسي نحو احلامكم ان انتوا تحققوها. كتير منكم اللي هو بتبصوا على الامر ده، طب يعني امتى هيتاخد في خطوات حقيقية؟ امتى هيبان للعلن وللنور؟ امتى هيترجم باستقرار؟ امتى هيترجم بساكريت يونيون؟ امتى هيترجم بافعال؟ الشخص ده دائم الخذلان ليكم، من 4 of cups ل 7 of cups. فالشخص ده اللي هو بيحلمكم يمكن بالزواج، او ان انتوا تلبسوا الوايت دريس regardless of gender طبعا، وبعد كده بتلاقوا نفسكم لبستوا الاسود، من ابيض لاسود. ده يقول ده يلخص القراءة. احلام بتلبسكم يعني الويدنج كاستم، وفجأة تلاقي نفسكم لبستوا الاسود. يعني انتوا كأنكم بتبكوا او بتنوحوا على تلك الاحلام التي لم تحقق، اللي هي ماتت اصلا، او الوعود اللي انتم صدقتوها وذهبت مع الرياح. ما في ناس كده، في ناس بتزرع جواكم تعلق، بتشتغل على نقطة الامل، نقطة بكرة، نقطة المستقبل، وتلاقوا الوقت وعمركم عمال يتسرق لغاية ما يلبسكم الاسود حرفيا. بتكونوا واضعين امال و expectations عالية جدا على الشخص دوا، ويمكن اكتر من شخص في حياتكم جعلكم تمروا بنفس الامر، بس بشكل مختلف، بطريقة مختلفة، باسلوب مختلف، بس في الاخر بتلاقوا نفسكم نفس الامر. تلك الامور بتعلمكم تفتحوا على يعني عينيكم وتشوفوا الامور من زوايا، تفتحوا
القلب يحب بكل قوة، مفيش مشكلة، بس أثناء ما ذلك القلب بينبض بالحب، العقل كمان لازم يكون شغال وبيترجم وبيحلل. لا، الاتنين going together، بيمشوا مع بعض. مفيش حاجة اسمها القلب بس أو العقل بس، الجسد فيه الاتنين، القلب والعقل، عشان يشعر ويشوف الشخص اللي انتوا بتشعروا تجاهه ده يستحق ذلك الشعور ولا لا. الشخص ده فاكر نفسه the hierophant، اللي هو whatever يعني he goes through أو goes by بيبقى فاهمه، أو كأنه هو ذكي حكيم، كأني معاه زي حكم الحياة، أو he knows how to live، أو زي البوك اوف لايف يعني. بس هو مش البوك اوف لايف، ده البوك اوف ديث، ده مش كتاب حياة، ده كتاب موت هو ماسكه. بس هو عقله مصوره ان هو كتاب حياة، لان مفيش كتاب حياة بيضع شخص في الطريقة دي، وان وضع شخص في الطريقة دي فالشخص ده مش مدرك الكتاب اللي ماسكه ده مصدره ايه وهيوديه لفين. وانا هقول لكم هيوديه لفين. هيوديه ان هيخسر كل حاجة كان المفروض يتعلق ويتمسك بيها ويحافظ عليها، وهيلاقي نفسه في الاخر وحيد، وهو بعد كده اللي مش هيكون فاهم حاجة، ولا قادر يفهم نفسه، ولا قادر يفهم اي طريق يسلك، ولا قادر يفهم مشاعره، ولا حتى قادر ياخد قرار، وبقى ماسك عكاز. ماسك عكاز، وفي حتة ماسك عكاز ده هو ده الوقت اللي الزمن بقى بيبتدي ياخد حق اللي الناس ده كتير يمكن ظلمهم او وضعهم في تلك الحالة. الشخص ده هيخسر كتير لو فضل بيتبع يعني طريقة تفكيره وبيتخذ تلك القرارات، وبيضيع منه يوم من التاني بسبب قراراته امور يعني very precious او قيمة جدا. الشخص ده هيكمل حياته وحيد حتى لو كانت الدنيا كلها حواليه. ما هو مش يعني العبرة مش في الكثرة، العبرة في الجودة. حاجات كتير بتبقى فيك، بس لو وسط كل الفيك ده كان في شخص واحد اوثنتك او حقيقي، فهيلغي كل الفيك. الحاجة الواحد، الحاجة الواحد. ويمكن الشخص ده بعد كده يحس كأني عايش طول عمره يعني محروم من الحب، بس هيدرك ان هو اللي حرم نفسه من الحب. ويمكن في امور كتير الشخص ده يمكن متعلق بيها او عامل حسابها او وضعها على اولى اولوياته، بس هيكتشف ان هو كان غلط. الاولويات كانت المفروض تبقى اوبشنز، والامور اللي وضعها كاختيارات كانت هي المفروض تكون اولويات. فهيجي وقت الامور اللي الشخص ده متمسك ومتعلق بيها وفاكر ان هي هتكمل وهتعيش وهتبقى له، مش هتبقى له. واللي ما كانش وضع في حسبانه امور معينه واناس معينه ان هم يكونوا موجودين في حياته، وان هو كان المفترض ان يتمسك فيهم، لان هم دول اللي كانوا هيبقوا باقيين له لو كان هو فعلا اخذ القرار الصح والخطوه الصح ان هو يمسك فيهم بايديه واسنانه. العبره مش بالكثره، العبره بالجوده، بالاوثنتسيتي اللي بتتميز بيها تلك الامور اللي في حياه الانسان. في حد فيكم في الفتره دي محتاج يهتم بمادياته، وإن كان في حاجة الشخص ده بيتطلب منكم ماديات أو بيسلب منكم ماديات، أو بطريقة أو بأخرى بيجعل تلك الماديات إن انتوا تقدموها له in a form of a gift أو هدية أو يعني سلف، أو مثلا انتوا يعني هو في ضيقة أو أمور من تلك القبيل. فأنا أنصحكم من دلوقتي إن انتوا تنتبهوا. لما شخص يقول أريد أن أجعل الأشياء تعمل بيننا بشكل جيد لكنني لا أعرف كيف، في كل مرة نعمل معا على تحسين الأوضاع أشعر بضغط كبير. إيه هو الضغط الكبير؟ إيه الضغط اللي بتشعر بيه؟
يعني انتوا شايفين الكلام ده في الاخر بيودي رسالة اللي هي ايه؟ اديني فرصة، الاوضاع هتتصلح، بحاول، محتاج وقت، ظروفي ممكن تكون معنداني، لكن انا نوايا واضحة ليكي. لكن يعني هو اصلا في نص الكلمة كده انا بقول الانسان دايما بيفضح نفسه من كلامه بطريقة او باخرى. انا بقول لكم الانسان بيفضح نفسه. الانسان الصادق بيبان والانسان الكاذب بيبان. قلت لكم الشخص ده لو ما خدش خطوة وما تصلحش وصلح من ذاته هيدفع الثمن، واكبر ندم هيشعر بيه خسارتكم. لو الشخص ده ما عرفش قيمتكم واخد خطوة، اكبر ندم هيلاحق الشخص ده هو خسارتكم. فده شخص بيقعد يقول كلام معسول وبيفضح نفسه، بس انتم بتركزوش غير الا على الجمل. اريد، انا عندي رغبة، انا عايز، انا بتمنى، انا عايز الامور، يعني انا عايز اقدم كل حاجة، اعمل كل حاجة، نتجوز، نفتح بيت، ارجع، الامور دي كلها، لكنني لا اعرف كيف. عارفين البتاع اللي هي بالكهرباء دي؟ ده السيتويشن المطلوب اللي بيلتزم ذلك الامر، اللي احنا نشغلها له بالكهرباء، تبقى طول الوقت مستمر. يحب يتكلم معاكوا قبل ما تبتدوا الكلام تشغلوا التون دي لغاية ما يتكل على الله، لكن طول الوقت تكون التون دي شغالة. بيسموها كده بالكهرباء. في كل مرة نعمل معا. عارفين انتوا لما شخص يعني سبيك يعني بصيغة اللي هو معا دي اللي هي include you، يعني بيتضمنكم في الأمر، بيتكلم بلسانكم speaking on your behalf، أشعر بضغط كبير. طب طالما معا، منين ضغط كبير؟ مش معا دي المفروض نشيلها سوا، نتكلم سوا، نكون واضحين سوا، نكون كذا سوا؟ ولا هو انت يعني بتضمني، انت بتجعلني من ضمن الضغط دوا؟ يعني انا ضغط عليك؟ بجد انا ماسكه نفسي بالعافيه. الشخص ده بيستخدم اسلوب اقناع في طريقه كلامه زي ما انا في الاول قلت لكم، فاللي هو بيلقي دايما الاعذار. انا قلت كلمه مختصره، العذر هو هروب، انتهى الامر على كده. عذر، هروب. في فرق بين عذر وفاكت. بيختلف في حاجات كتير، في اوقات اللي الشخص ده بينطق بها، في مدى تكراره، في اختلاف تكرار نوعيه تلك الاعذار and so on. فبيقول كان هناك الكثير من الصراع والدراما المستمرة في ذلك الوقت، لم أشعر بالأمان، وهذا هو سبب بعدي عنك. هو لوحده أصلا دراما. إيه اللي يخليكم تعيشوا في مسلسل درامي؟ ويا ريت حتى دراما حلوة. ده دراما كلها صراع وكلها تعب وكلها خوف وعدم شعور بالأمان. على فكرة المشكلة متبقاش فيكم، انتم بتصدقوا. المشكلة مش فيكم، المشكلة في يعني في الشخص ده، يعني كيفية اتقانه لتلك الألفاظ وذلك الأسلوب، في اختياره للتوقيتات. وانتبهوا من حتة التوقيتات. يرجع الشخص ويقول انت دايما طول الوقت في قلبي وفي ذهني، طول الوقت انا مش ناسيكي، طول الوقت معايا، بس اديني فرصة اكلمك واشرح لك. بس انا قلت لكم اذا حصل الامر على طول تشغلوا التون اللي بالكهرباء before و during و after، علشان برضو الافتر دي بنحتاجها قوي. فاللي هو اريد ان اكلمك مرة تانية واشرح لك. هي المرة التانية اللي انت هتكلمها ولا دي المرة المليون؟ انت غلطت في العدد المرات دي بس عادي، ما انت كثير الاخطاء وبعدي لك، يعني هاجي على دي واقف لك؟ يعني هاجي على دي واقف؟ ما حاجة كمان يعني الصراحة مش فاهمة انا. اتمنى ان اعلم كيف استطيع التوقف عن حبك. عارفين اللي هو فعلا، لا هو صح، هو قال صح، هو مسلسل درامي مفيش بعد كده، ممزوج كده، اللي عارفين اللي هو الفيك، مسلسل فيك، performing acting. اتمنى. انت بتعرف تحب اصلا؟ انت حتى مش فاهم نفسك، انت مسيطر تحت تلك الاقنعة اللي انت بتقوم بارتدائها، اللي هي في الاخر هتلتهمك، لان انت من جواك اصلا هش
هش. وانت قلت متعرفش تتصرف، متعرفش تاخد قرار، دايما في دراما مستمرة، دايما خايف. يعني ان كنت بتلبس ثياب يعني الكينج، فانا من رأيي ان انت تعيد التفكير مرة اخرى، لان مبقتش لايقة عليك، بقيت مكشوف. في ناس كتير لو شفتوهم يعني على حقيقتهم ولا الطريقة اللي بيفكروا فيها، حتى في أثناء تواجدهم معاكم وفي أثناء قمة، يعني الأوقات اللي انتوا بتفتكروا فيها ان هي قمة الحب، مش هتستحملوا. هتحسوا يعني بدisgust feeling كده، بشعور مقرف. أنا بحاول أتغير والأمور في حياتي بتتغير، اللي هو يعني خلاص أنا بحاول اتغير، بحاول احل الامور، بحاول ان انا افك التعقيدات، بحاول ان انا ادبر ظروفي، اعالج اموري، اشتغل على نفسي. التغيير اللي هو بيديكم شعلة امل، لا ده فيه اهو، نديله opportunity، نديله فرصة تانية، ده فيه تغيير. هو بيقول there is change. الشخص ده بيقول المشكلة مش فيكم، هو عارف، بس هو ما يقدرش يبوح، ما يقدرش يبين الخلل اللي جواه، ما يقدرش يظهر ليكم قد ايه هو هش. لان انتم لو شفتوه على حقيقته كما ذكرت سابقا من دقائق معدودة، مش هتقبلوا اصلا ان انتوا تدوله دقيقة من وقتكم، مش هيكون اصلا موجود في نظركم. لكن لما شخص يقول لكم يعني احبك، انت خلقت لتكملني، اكيد لازم تتعلقوا، بالاخص لو انتم محرومين من الحب، بتدوروا على الحب. ما هو الوردز ليها تأثير على الانسان، كلام ليه تأثير، بس مش كل كلام يصدق، ومش كل فعل يصدق، ومش كل شعور زائف يصدق، ولا امل زائف تتمسكوا بيه. فلازم على الانسان انه يفوق ويعرف يفرق بين الحقيقة والمسلسل الدرامي اللي فيه صراع، عدم امان، خناقات، افتعال مشاكل، هروب، عدم شجاعة، اقنعة بيتم ارتدائها. والانسان يقدر يفرق، الانسان يقدر، بس لازم يصحى، لازم يفوق، لازم ينتبه للاشارات، لازم ينتبه للوضع اللي الشخص ده في اوقات كتير بيضعكم فيه. الحب ما بيجعلكمش بتلك الطريقة وتلك يعني الوضع مستغرق قد ايه وقت، وكم فرص مهدرة. ده بقى فرص وفكر وصحة وحياة ووقت مش هيرجع. افضلوا طول الوقت لابسين الابيض بس مش في تلك الوضعية، لكن ما تسمحوش لأي حاجة بتمروا بيها ان تخليكم ترتدوا الاسود بالطريقة دي. ما تدوش لحد مفتاح التحكم في حياتكم، ولا في سعادتكم، ولا في استقراركم، ولا في دفعكم نحو أحلامكم وأمانيكم ان انتوا تحققوها. You give others the control key over your life، بس انتوا اللي بتسمحوا للآخرين ان هم يعني يجعلوكم في ذلك الوضع. مفيش مشكلة نشعر، بس نشعر يعني بهدوء، بتوازن، مش باندفاع. وإن كان في اندفاع نتحكم فيه، ما بيجيش الأمر من يوم وليلة. practice makes perfect. الأبراج اللي موجودة معانا: برج دلو، جوزاء، ميزان، ثور، جدي، عذراء، أسد، قوس، حمل، حوت، عقرب، سرطان. برج الثور. واشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.